اليومين اللي فاتوا كان في جلسة ما بين مجلس إدارة نادي الزمالك مع معالي وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل. مجلس إدارة نادي الزمالك اتكلم مع معالي الوزير في كتير من الأمور الخاصة بنادي الزمالك، وكان على رأس الأمور ديت المشكلة المالية اللي نادي الزمالك بيعيشها. نادي الزمالك كل يوم الصبح محتاج حوالي 4 مليون جنيه. بسم الله الرحمن الرحيم. هل الزمالك مجلس إدارة نادي الزمالك يقدر يوفر كل يوم 4 مليون جنيه؟ بالتأكيد لا. اللي يقدر يوفره مجلس إدارة نادي الزمالك حوالي 2 مليون جنيه. يعني انت كل يوم في 2 مليون جنيه، 2 مليون جنيه عجز. خلي بالك انت عندك مش قصة فريق كورة ومستحقات لعيب، لا، انت عندك نادي كامل، دورة حياة نادي يومية بالتزامات كل يوم عليك في كل الأنشطة اللي موجودة عندك جوه نادي الزمالك. المجلس اتكلم مع معالي وزير الشباب والرياضه. طبعا قصه الابلكيشن الخاص بنادي الزمالك، مشروع الجديد الخاص بوابه نادي الزمالك، شركه الكوره في نادي الزمالك، كل الحاجات دي حلول مؤقته. يعني كل انت عندك مشكله الارض معلقه لسه لحد دلوقتي، الحاجات دي تساهم لك شويه ان انت تحل لك ازمات ماليه، يعني توفر لك دخل مالي. مجلس الزمالك اتكلم مع وزير الشباب والرياضة في ملف الأرض. بالمناسبة خبر حلو جدا، نادي الزمالك خلي بالك كانت أرض أكتوبر، كان في جزء استثمارات في أرض أكتوبر، فالأرض لما موضوع الأرض حصل والأرض اتسحبت، فكان في جزء الفلوس والاستثمارات والكلام ده كله. نادي الزمالك نجح في الفترة الأخيرة إنهاء وتسوية كل الأمور المالية الخاصة بالاستثمارات بتاعت أرض أكتوبر. مجلس الزمالك اتكلم مع وزير الشباب والرياضه بشكل واضح، واكدوا لمعالي وزير الشباب والرياضه معلوماتي في الجلسه، قالوا ان الارض بتاعت نادي الزمالك دي طوق النجاه، بشكل واضح طوق النجاه. وده المشروع اللي هيساهم من هنا لحد نهايه المجلس ان هو هيبقى فيه خلاص، انت ضامن فيه دخل ثابت، ضامن ان مش هتسمع مشكله ماليه تاني، ضامن ان مش هتسمع بقى ازمه ماديه وتاخر مرتبات موظفين ولاعيبه صالات ما خدتش فلوسها، لعيبه فريق الكوره ما خدتش فلوسها. مجلس الزمالك قدم كمان وهيقدم كل الاوراق والمستندات الخاصه بالارض لمعالي وزير الشباب والرياضه، والمجلس منفتح على كل الحلول. اهم حاجه ان المشكله تتحل، يعني اهم حاجه ان المشكله حتى لو ارض اكتوبر خلاص مش موجوده، الارض البديله، ويتم الاتفاق بقى الارض البديله والاستثمارات هتتم ازاي في الارض البديله، لان الجزء ده مهم. الجزء بتاع الجانب المادي لنادي الزمالك من ملف الارض صدقني هيساهم بشكل كبير جدا في حل الازمات الماديه جوه نادي الزمالك. قال له وزير الشباب والرياضه اكد ان هو يعني داعم للانديه في الجلسه، قال لهم بشكل واضح انا يعني داعم للانديه الشعبيه، وان حل الازمات الماديه هو الطريق رقم واحد اننا هنحافظ على الانديه الشعبيه. خلي بالك الاسماعيلي واللي عاش نادي الاسماعيلي الفتره اللي فاتت عندك مشكله ماديه مش قادر. انت لو الامور عندك مفيش مشكله ماديه كنت سويت مستحقات القضيه اللي موجوده على نادي الزمالك في الفيفا، حليت كل ده طوال الفتره اللي فاتت. لكن المشكله الماديه اللي نادي الاسماعيلي عاشها هي السبب الرئيسي لنادي النادي الاسماعيلي عاشه، والناس خايفه ان نادي الزمالك يكون مصيره زي الاسماعيلي. بص كم القضايا على نادي الزمالك، كم 11 قضيه ولا 10 ولا 11 قضيه ايقاف كده، على حاجه واقعه تاريخيه لنادي الزمالك غير مسبوقه في نادي الزمالك. علي وزير الشباب والرياضه في جلسته مع المجلس اكد تاني، انا بقول اكد ان هو داعم للانديه الشعبيه، هيحاول يحل كل الازمات اللي موجوده في الانديه الشعبيه، اهلي زمالك اتحاد مصري اسماعيلي. والمجلس وهيقدم كل الامور والمستندات الخاصه بملف الارض. نتمنى ان شاء الله المشكله تخلص قريب، ان شاء الله المشكله هتخلص قريب، هتساهم في عوده الهدوء، عوده الاستقرار نادي الزمالك، هيكون ليها مردود ايجابي كمان. مش بس لعيبه الكوره، كل الالعاب الصالات خلاص انت هيبقى في ضمان كده ثابت ان كله هياخد فلوسه مواعيدها، ضمان ان مفيش ازمه ماديه تاني، ضمان ان مفيش حد مرتبه هيتاخر. انت في وقت مهم جدا من الموسم دلوقتي، انت وسط الموسم داخل على ماتشات مهمه جدا في الكونفدراليه الافريقيه، داخل على ماتشات مهمه جدا جدا في بطوله الدوري. دلوقتي الماتشات في بطوله الدوري، ماتشات بطوله عامله على الدوري، ماتشات بطوله الدوري عامله زي الكاس، الثلاث نقط اللي هيروحوا مش هيرجعوا تاني،
خلينا نتكلم بوضوح. نادي الزمالك عنده ماتش مهم جدا جدا بكره قدام حرس الحدود، وحرس الحدود فريق قوي. انت لسه خارج من خروج من بطوله كاس مصر قدام سيراميكا كليوباترا، ومحتاج تكسب معنويا ودعم ودفع معنويه للعيبه قبل باقي الماتشات.